السلام عليكم. اليوم نحضر معكم الكيك ديال العيد. كيك بحجم كبير، بحجم عائلي، واقتصادي في نفس الوقت، وهكايا كيقدنا وبحجم كبير هنايا، وساهل في التحضير ولا حتى في المقادير ديالو. كنحضروه دغيا وساهل ساهل بزاف، وهنايا كيهنينا. ما بقيناش كنديروا شحال من كيكه وشحال من نوع. هنايا كنديروا واحد الكيكه كافيانا هكايا، اللي كنديروها في الطاوه. ما كنديروهاش في المول، نديروها في الطاوه وكتجي زوينه بزاف وكتجي معلكه، وكنديروها بدون حليب غير بالماء. وكتجي زوينه ورائعه صراحه. كتجي هشيشه وكتجي رطبه رطبه رطبه، ما كتجيش قاصحه، ما كتجيش ناشفه. هادشي اللي زوين فيها، كتجي رطبه ما كتجيش ناشفه، كتجي زوينه بزاف بزاف صراحه. وهنا دابا غندوزو المقادير والطريقه ديال التحضير. بسم الله على بركه الله. هنا عندي قبيصه الملح، وعندي 3 البيضات. هنايا كندير 3 البيضات، وغادي ندير كاس ونص ديال سكر سنيده، وغندير كاس ونص ديال الزيت، وكاس ونص ديال الماء المغلي اللي درت فيه جوج ساشيات ديال القهوه سريعه الذوبان اللي ذوبتهم في هذاك الماء. كاس ونص. هنا خدمت بكلشي كاس ونص وبواحد الكاس باش خدمت. وعندي 3 الخمارات بوزن 8 غرام، وعندي واحد الساشيه ديال فاني، وعندي جوج ساشيات ديال الكاكاو المر. هكايا خدمت انا، يعني 2 معالق كبار. كل الساشيه كتهز معلقه كبيره. واحد المعلقه كبيره ديال الخل، ونص معلقه ديال الخميره ديال الخبز. هاد الشيء اللي كيعطينا هاد الخميره وهاد الخل هما اللي تيعطيونا هداك الحجم ديال الكيك يتنفخ لينا في الفران. كتجي طالعه وكتجي زوينه الصراحه. وهنايا ما كتجيش معجنه، كتجي خفيفه ورطبه وجات زوينه زوينه الصراحه. جربوها وكتهنينا في نفس الوقت. كنديروا واحد الكيك وكنتهناو هكايا في اللاطه. كتجي كبيره وكتجي هكايا بحال العواش راه كيتجمعوا الناس. كيخصك الكيك يكون كتير، ماشي غير كيكه صغيره بوحدها. داكشي علاش كنفرغها انا في الطاوه هكايا وكنطيبها وكتجي زوينه. هنايا راه درت الماء. درت هذاك الماء، كندير داك الماء مغلي شويه بشويه باش ما يطيبش لينا داك البيض. داكشي علاش. وخليت الزيت حتى الاخر. هاد الزيت غير نسيتو، كنت غنديرو على البيض، ولكن بحال بحال. ودرت كاس ونص ديال الزيت. المهم خدمت بكلشي كاس ونص كاس ونص. وبنفس الكاس باش كنعبر. وصافي هكا كنخلط هذاك الخليط مزيان، وعاد غادي نزيد الدقيق. هنا عندي جبانيه ديال الدقيق الفورس. جبانيه اللي هزت لي هذا الكيك. غادي ندير دوك الساشيات ديال الخميره 3، وغادي ندير عليهم هذوك 2 ساشيات ديال الكاكاو المر. وغادي ندير حتى الخميره ديال الخبز، غادي نديرها هنايا على هاد في الدقيق هكايا، لان الا درتها في داك الخليط سخون سخون بزاف، يعني الماء مغلي غادي يخسر لينا ديك الخميره، وما غاديش تجي لينا الكيك ديالنا ما غاديش يجينا منفوخ، ما غاديش يطلع في الفران، غيجي لاصق. لان هذيك الخميره هي اللي طلعت لينا هاد الكيك. لان الا ما درنا فيها ديك الخميره ديال الخبز، راه درنا الماء، ما غاديش يطلع لينا. غادي تجي الكيك ديالنا معجن من الداخل، ما غاديش يطلع لينا. ضروري نديرو الخميره ديال الخبز، ضروري. هكايا نص معلقه ديال الخميره ديال الخبز ضروري نديروها، باش هي اللي كتحل لينا هذاك الكيك من الوسط، باش ما يتعجنش، لان درناه بالماء، ما درناهش بالحليب ولا ياغورت ولا شي حاجه. هنايا درناه بالماء مغلي وكيجي لذيذ صراحه، كيجي لذيذ بزاف بزاف. وصافي القوام ديالو كيجي على هذا الشكل، ما يجيش جاري بزاف وما يجيش تاني ثقيل بزاف. هذا هو القوام ديالو. انا ديك الجبانيه ديال الدقيق ما زدت ليها مازال والو. وصافي هنايا اللاطه اللي فرشت ليها ورق الطبخ، ورق طاهي هكايا. وصافي كنخوي فيه داك الخليط ديال الكيك. كنفرغوا كلشي هنايا في الوسط. وصافي عاد كندخلو الفران، وعاد كنشعل الفران، ما كنشعلش الفران من قبل. هكايا محد الكيك ديالنا كندخلوه للفران، والفران كيسخن غير شويه بشويه، وداك الكيك كيتنفخ، كيجي زوين، كيتنفخ وكيتحل من الداخل، ما كيجيش معجن من الداخل. ما الا كان الفران سخون ودخلنا الكيك ديالنا، راه كيجي ما كيطلعش لينا، كيجي مدقص، ما كيجيش زوين. ضروري هاد الملاحظه هادي. والفران هكايا كنقصوا ليه، غير كنشوفوه صافي سخن،
وكنقصوا ليه وكنشعلو غير لتحت، وكنقصوا عليه وكنخليو الكيك ديالنا حتى كيطلع لينا، وكنبان من الجناب ناشف وكيجي حتى كينشف من الفوق. وهذا كنشعلو ليه الفوق غير بشويه حتى هو كنقصوا ليه حتى كينشف بحال هذا الشكل هكايا. ما نخليوش يتحرق لان فيه كاكاو ما كيبانش، غير ينشف صافي راه هو طاب بلا ما نتسناو حتى يتحرق. وصافي هنايا كندوز عندي الشكلاط الاسود اللي ذوبته، وغادي ندير فيه 2 علب ديال دانيت بالشوكولا، وكنخلطهم مع داك الشكلاط اللي ذوبته باش ما يجيناش هذاك القصح، هذاك الشكلاط بوحدو قاصح فوق الكيك. هكايا كتجي واحد سميتها زوينه بزاف. هنايا عندي داك دانات بارد يلا خارج من الثلاجه، ما خرجتوش من قبل، ودرتو على داك الشكلاط والتجمع. دابا غنردو فوق سميتو فوق داك الماء فين حيدتو ديك الساعات فاش ذوبتو، غير يسخن لينا تاني داك الشكلاط وصافي. وغادي نفرغو فوق الكيك. هنايا راه درت 2 علب، 2 علب اللي درت. هنايا ولات صلصه كي دايره تجمعات، ولكن لا انا ما بغيتش يتجمع هكايا، خصو يطلق باش يتماشى فوق الكيك وصافي. ذوبتو عاوتاني وراه هو تاني داب لينا داك الشكلاط وصافي. كنصبو هكايا فوق الكيك وكنفرغو صافي. كنقدو هاد لاصوص ديال الشكلاط فوق الكيك ديالنا. وعندي شكلاط ابيض اللي غادي ندير به الخطوط، كنقادو هكايا كلشي فوق الكيك. كما قلت لكم كيجي هاد الكيك رائع، وكنقدروا ندهنوه غير بالكونفيتير ونديروا ليه الكوك من الفوق ولا اي حاجه عندنا متوفر عندنا في الدار نديروها. عندنا هكايا كاوكاو مطحون عندنا، كون كاسي عندنا، اي حاجه عندنا نقدروا نديروها لهاد الكيك هذا. المهم هو الكيك يجي زوين من الداخل ديالو، والتزيين اللي عندنا نزينوه به. هنا عندي شكلاط ابيض اللي غادي ندير به هاد الخطوط هكايا، درتهم بحال الضامه هكايا. كنجي من القنت كندير الخطوط من القنت. المهم كتزيين فقط، اي حاجه نقدروا نزينوا به. نقدروا نطحنوا غير بسكوي نديروه من الفوق، نقدروا اي حاجه نديروها. الا ما عندنا الشكلاط، ما عندنا الكوك، ما عندنا الكاوكاو، المهم اللي عندنا غادي نزينوا به هذا الكيك. المهم الكيك كيجي رائع وكيجي رطب وزوين بزاف بزاف. وكما كما قلت لكم بحجم كبير، حجم عائلي في هذا العيد هذا. وصافي هذا هو الكيك ديالنا كيجي على هذا الشكل، يعني كيعطي واحد المنظر اللي هو زوين بزاف. وغادي نقطع واحد شويه من الوسط باش تشوفوا من الداخل كي داير. انا باقي ما نشف بزاف، صافي بغيت نحبس التصوير، داكشي علاش قطعته من دابا ما خليتوش حتى ينشف داك الشكلاط. دغيا كيجمد ملي ما ندخلوش للثلاجه، كنخلوه غير هكايا فوق البوطاجي ودغيا كينشف. ولكن انا ما قدرتش نجلس نتسناه، داكشي علاش بغيت نقطع التصوير صافي. داكشي علاش قطعته. باقي الشكلاط ما نشفش مزيان. وغادي نهز هكايا واحد الطريف هكايا من الوسط، وغتشوفوا كي داير من الوسط. يا سلام، كيجي رطب 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 وما معجنش نهائيا. كما قلت لكم السر ديالو هو هذيك الخميره. واخا درنا الماء ما درناش الحليب، ولكن الخميره ديال العجين هي اللي كتعطي، اللي كنعجنوا بها ديال الخبز، هي اللي كتعطي ليه هذيك الرطوبه. وكنقول لكم العواشر ديالكم مبروكه.